السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله هنعمل مع بعض الهريسة بكل تفاصيلها وكل تكاتها، وان شاء الله يا رب تعجبكم وكونوا عند حسن ظنكم. وقبل ما نشوف مع بعض المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير، نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. معايا نص كيلو من السميد الناعم، معايا معلقتين كبار من الدقيق الابيض، معلقة صغيرة بيكنج باودر، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية جوز هند، نص كوباية جوز هند، كوباية سمنة، معلقة جلوكوز، عسل جلوكوز. انا كل اللي هعمله دلوقتي، يلا نشوف مع بعض انا هعمل ايه. انا حطيت كوباية السكر وكمان نزلت عليها ب3 معالق من المية او معلقتين، وحطيت كوباية اللبن بتاعتي تسخن. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هكرمل السكر بتاعي. يلا بينا نعمل مع بعض الحشوة. انا هحط كوباية جوز الهند الخشن على المكسرات بتاعتي. المكسرات دي اختياري، اللي عندك حطيه، يعني ما تقيديش بمكسرات. هنزل عليهم بمعلقتين عسل ابيض او السيرب بتاع البسبوسه التقيل، وهقلبهم اللي هو يعني اسمغهم يمسكوا ببعض كده عشان الحشوه بتاعتنا. تمام. وهقلبهم كويس، وبعدين هنرجع نشوف السكر بتاعي على النار يبقى شكله عامل ازاي. شايفين؟ قرب يديني اللون اللي انا محتاجاه. وخلي بالك اوعي تغمقيه علشان خاطر ما يمررش منك، عشان لو مرر منك هيبقى يخلي طعم الهريسه مش حلوه خالص. طبعا بقى ما تستنيش باللايك وشير الفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك، وان شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف على قلبك. هي في حاجه واحده بس معلش مش هعرف اعملها لكم في الفيديو، ان انا مش هعرف اقطع لكم الهريسه، لان انا كنت واخداها ورايحه زياره لحماتي، وطبعا قطعتها هناك ومعرفتش اصورها لكم. تمام. وان شاء الله يعني تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. هي ان شاء الله تطلع جميله. انا كده اديتني اللون بتاعي ونزلت عليه باللبن بتاعي السخن. وخلي بالكم علشان خاطر الاتنين سخنين وحطيت الاتنين سخنين لحاجة معينة، علشان خاطر اللبن بتاعي لو حطيته ساقع هيخرز. هقلبهم كده وهنزل عليهم بكوباية السمنة بتاعتي عشان طبعا تدوب، وكمان هنزل بمعلقة العسل الجلوكوز اللي انا كنت شايلاها على جنب ووريتها لكم في المقادير، علشان خاطر تندمج ايه وتسيح كده مع السمنة بتاعتنا واللبن. تمام. والهريسة او البسبوسة يا جماعة ما بتتعجنش، هي بتتقلب فقط لا غير. انا جبت بولة واسعة بس كده عشان انزل بيها بمكونات الجافة بتاعتي، ونزلت بنص كوباية الجوز هند بتاعتي، وهقلبهم تقليبة بسيطة خالص بس كله يندمج مع بعضه. اتفقنا ان الحاجة البسبوسة او الهريسة مش بتتعجن، بتتقلب بس، علشان خاطر لو اتعجنت مش بتبقى حلوة. تمام كده. طبعا بقى انا دهنه الصينيه بتاعتي سمنه علشان خاطر افرد فيها الهريسه بتاعتي، وزي ما احنا شايفين كده انا قلبتها. وانا دلوقتي هاخدها هقسمها لنصين، وهحط النص الاولاني تحت، والنص التاني طبعا انا هفرده معاكم بطريقه معينه كده عشان خاطر الحشوه. ولما نيجي نفرد يا جماعه نفرد بس كده كويس، وكله يبقى سمك واحد علشان خاطر مفيش حاجه من الحشوه تطلع، ونعمل زي حرف كده علشان خاطر الحشوه. تمام. انا طبعا بقى هنزل دلوقتي بالحشوه بتاعتي كلها، وما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما احنا عارفين الهريسه بتبقى مليانه حشوه زي ما انتوا شايفين كده. هوزعها كويس عشان كل حته في الهريسه يبقى فيها مكسرات زي ما احنا شايفين. وهنزل بالنص التاني. النص التاني بقى انا هفرد حته حته كده على ايدي، وهنزل بيها علشان خاطر لو حطيتها مره واحده وجيت فردتها هلاقي الوش كده فيه جوز الهند وفيه مكسرات، وانا مش حابه حاجه زي كده. تمام. طبعا هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 او 200، وكمان هكون عامله الشربات بتاعي مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، ولما نيجي هنحطه وهي سخنة. الشربات بتاعي عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية من المية، وهحطهم يلا لغاية لما يتقلوا. واول لما الهريسة بتاعتي تطلع زي ما احنا شايفين كده هنزل عليها بالشربات دافي مع الهريسة بتاعتي سخنة، وهنزل بالكوبايتين السكر وكوباية المية كلهم. وما نقولش يا جماعة ان هي كتير عليها، لا هي مش كتير عليها، هي لسه بتشرب عشان هي طبقتين. يا رب يكون اليوم كان خفيف وظريف على قلبكم. استنوني في يوميات دودو جديدة. مع السلامة.